كل المحبين وكل الداعمين على قناتي على اليوتيوب. أنا موطي الصوت شوي. كيفكن اليوم؟ إن شاء الله تمام. إن شاء الله هيك راح الشوب شوي، صارت الأجواء أحلى، يعني أروق نوعا ما. اليوم بدنا نحكي عن الإنسان الراقي، من هو وشو صفاته. طبعا أنا بدي أسألكن هذا السؤال والكل يكتب لي بالتعليقات، شو يعني إنسان راقي؟ شو هي صفات الإنسان الراقي؟ كيف ممكن نعرف إنه هذا الشخص راقي؟ بالتعامل، بالأسلوب، باللبس، بطريقة الأكل، بطريقة التحدث، بطريقة المشي، بطريقة التعامل، بطريقة التسامح، بطريقة العفو، بكل شيء على الإطلاق. كيف ممكن نعرف إنه الشخص شخص راقي؟ هلا أنا بالنسبة لإلي طبعا ايمت ممكن اقول عن هذا الشخص انه راقي، يعني انا بنظري انا كميساء. اول شغله طبعا بهاي الايام اللي نحن فيها، واهم شغله هي انه يكون لسانه قصير بغض النظر، ما بيحكي حديث تافه، ما بيقعد مع ناس تافهين، بيعرف ايمت يحكي وبيعرف ايمت يسكت، بيقدر الناس، بيساعد الناس، ما بيطلع من تمه غير الكلام الحلو، لا يستفز، عنده طولة بال، بيراعي الآخرين، آه، ما كتير بيعصب، يعني شخصية هيك مستقرة، يعني لا كتير بيعصب ولا كتير هادي، وازن، حنون إلى حد ما، يعني مو حنية المرأة أكيد يعني. كلامه أو حديثه مدروس. طبعا هي صفات كتير صعبة، يعني ما تفكروها سهلة إنها تجتمع كلياتها بشخص واحد ونحن يعني نقول عنه راقي، ولكن هي صفات ثمينة فينا نقول لحتى الواحد أو الشخص يكون راقي. بالله عليكم مرق معكم هذا الشخص؟ موجود بحياتكم هيك شخص؟ موجود بحياتكم شخص أخلاقه عالية، لسانه قصير، بيراعي ظروف الآخرين، ما بيحكي على حدا، ما بيطلق أحكام على حدا، ما بيغار، ما بينافس؟ هلا كلياتنا بنغار وبننافس، ما يعني هي الخصلتين موجودة فينا إجباري يعني، وأحيانا كلياتنا بنعطي أحكام بحكم المجتمع يلي نحن عايشين فيه، السرسرة والحكي يلي بتصير، فكلياتنا عنا إياها صارت بالفطرة، بنلحق بعض يعني على الكلمة. أنا بقول يعني موجود بالحياة هيك أشخاص، ولكن ما بتجتمع فيهم كل هاي الصفات. حلو إنه يجتمع فينا هيك صفات، وحلو نقول عن أو نطلق على حالنا، أو نختبر حالنا إنه نحن ناس راقيين، عنا هاي الصفات. طب إذا ما عنا إياها كيف ممكن نكون أو نساعد حالنا تكون موجودة عنا؟ طبعا هي الأخلاق موجودة عنا بالفطرة، والأسلوب بيختلف، يعني ممكن شخص يكون مانو منيح وأسلوبه منيح، متدرب إنه أسلوبه منيح، والعكس صحيح. ممكن يكون شخص منيح وما يعرف مثلا يلبس أو يأكل أو يتعامل مع ولكن هو شخص منيح. يعني ممكن يكون المعدن مثل ما بيقولوا بالعامية، معدنه طيب، معدنه منيح، معدنه راقي أو ظريف، ولكن ما بيعرف يتعامل مع الناس. بس الرقي لازم يعني يندمج ما بين الأخلاق والسلوك، يعني سلوكك يكون صح، أو نتمرن على السلوك الصح، ويكون عنا بالفطرة الأخلاق اللي عنا. إذا نحن أشخاص ما لنا مناح، يعني هون أنا ما بعرف التركيبة ما بتتغير بعتقد. قديه أنتوا راقين؟ قديه شايفين إنه شركائكم بالعمل أو بالبيت، أزواجكم أو زوجاتكم راقين وعندهم هاي الصفات؟ وشو هي صفات الشخص الراقي برأيكم؟ بتمنى تجاوبوني، وبتمنى فعلا تكتبوا لي بالتعليقات قديه بدنا لحتى نوصل للشخص الراقي، وقديه نحن بنملك من هاي الصفات. تحياتي يا راقين.